صباح الخير، يوم جديد ونازلين دلوقتي بصوا انا فين. الحته دي اسمها جعيتا، هي فيها مغاره وجبال، بس اللي عرفته ان في جعيتا التصوير ممنوع. بس شايفين المناظر هنا كلها جبال حواليا. بصراحه المناظر الطبيعيه هنا تحفه. تلفريك خلصنا التلفريك. انا خلصت جعيتا ودي احلى حاجه رحتها، انتوا مش متخيلين. انا بجد مبسوطه قوي، بس للاسف كان ممنوع التصوير فيها جوه فمعرفتش اصور اي حاجه خالص، بس بجد حلوه قوي قوي قوي. هو دلوقتي اللي عملته ان انا ركبت التلفريك، بعدين طلعت على مغاره اللي هي بتاعت جعيتا. مغاره كبيره قوي كلها عباره عن صخور وميه اللي هي ميه ابار وعيون، مناظر ما شفتش زيها في حياتي قبل كده. دلوقتي بقى المفروض ان هركب زي قطر كده ويروح بينا ننزل بيه على المغاره الثانيه. خرجنا من تاني مغارة، بجد حلوة قوي. بس تاني مغارة بقى بيتعمل فيها ايه؟ ان احنا بنركب، هي تعتبر زي الجبل حواليكوا، في مية في النص، بس برضو للأسف كان ممنوع التصوير. تركبوا مركب بتمشوا عشان تشوفوا الدنيا هناك عاملة ازاي، وبعدين بتلف بيكوا وترجعوا تطلعوا وكده تبقوا خلصتوا اللي هي منطقة جعيتا. انا دي احلى حاجة عملتها لحد دلوقتي. سعرها هي بصراحة غالية شوية بس تستاهل. الفرد يعتبر تقريبا كان ب 18500 ليرة، يعني تقريبا في حدود 12 دولار ونص كده للفرد. بعد لما خلصنا جعيتا كنت مخليه الاوبر يستنانا عشان مفيش مكان في جعيتا ان هو حد يجي ياخدنا وكده، فخليت الراجل يستنانا. وبعدين جابنا على مدينه جنب بيروت اسمها بيبلس، فيها زي ما انتم شايفين ورايا كده، هو اولا البحر هنا، وبعد كده في هنا قلعه ومتحف شمع. مدينه بيبلس او الجبيل اسمها القديم الجبيل، تقريبا تبعد تلت ساعه من بيروت لو الدنيا فاضيه. الحته اللي في بيبلس دي بالظبط كانكم في خان الخليلي. دلوقتي داخله قلعه الجبيل، موجوده هنا في بيبلس. التيكت في حدود 3 دولار 3 دولار ونص 4 دولار في الافريج ده. إذا شي درجة الحرارة عندكم هلا؟ أفكر البلد بسفتها بقوم أجيب ميدالية للبلد. دلوقتي بقى في متحف موجود برضو في المنطقة دي وجنب القلعة وكده، متحف الشمع. عاملين عارفين تماثيل كده بالشمع لشخصيات معروفة، بالظبط كأني في خان الخليلي. طبعا لازم ما ينفعش الواحد يجي لبنان من غير ما يدوق المناقيش. بسم الله كده. قوي بس حلو قوي. انا بعشق حاجه اسمها مناقيش بالجبنه. روحنا غيرت كده، نضفت شويه، ويعني حاولت ان انا ابقى شكلي كويس. نازله دلوقتي تاني عشان اروح على البحر قبل الساعه دلوقتي كام؟ الساعه 6. اروح على البحر شويه كده، وفي مكان اسمه الروشه من المعالم الاساسيه في لبنان. هيدا سان جورج، اسمه هيدا سان جورج. هيدا اقدم من فينيسيا. عند صخرة الروشة، من أكتر المعالم المعروفة في لبنان. أوريكم بقى أهي، شايفين الصخرتين دول موجودين جوه البحر اهو. دلوقتي هركب زي لانش كده أو حاجة وأمشي من جواها، وزي رحلة كده في البحر. معاناة في النزول.
لسه لازم نطلع كل ده وكله رملة وزلط لحد فوق، يعني كل ده مشيته ونزلته، فلازم نطلع كل ده عشان نطلع بره بقى على الشارع. هو ده اللي بتكلم فيه، شايفين الزلط والرمل عشان الواحد يطلع معاناة بجد صعبة قوي. في صخرة الروشة اهي اللي عديت من النص كده بالمركب اهو، شايفين زي لانش كده هيعدي من النص. لسه في بلدها. ولو يوم اللي حسدوني يعيشوا مكاني لو سمعوا، ولو شافوا لا هيتمنوا حياة تانية. ده مطعم الفلامنكي موجود عند الروشة اهي والبحر. انا جاية بقى عشان ادوق ده بجد الفتوش، تومية وبعدين الفراخ مشوية وبطاطس. خلصت الاكل الحمد لله، هو حلو بس المحل اللي اكلت فيه امبارح بصراحة كان احلى. في ماتش الكاس العالم شغال دلوقتي. تقريبا خلاص كده اليوم خلص النهاردة، مش قادرة، اليوم كان طويل بس الحمد لله كان يوم حلو. بس خلاص كده هروح بقى دلوقتي وبعدين اشوفكم بقى بكره ان شاء الله. انا حاسه ان انا تقريبا عملت كل حاجه في البلد، فبجد لسه مش عارفه هعمل ايه تاني بكره عشان هي بلد عامه صغيره، فان شاء الله بقى اشوفكم بكره.